يوم للغوص في موضوع سيقلب الموازين تماما في عالم الدراسة. أهلاً. موضوع اليوم هو فعلاً دليل عملي ممتاز يستعرض ما يمكن تسميته بترسانة الطالب الذكي. بالضبط، هي ترسانة تتكون من أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي، والمهمة هنا واضحة ومباشرة. صحيح، الهدف هو فهم كيف يمكن لهذه الأدوات أن تسهل المسار الدراسي وتحوله من معاناة يومية إلى رحلة سلسة جداً. الفلسفة خلف هذا الدليل مثيرة للاهتمام. نعم، لأن الفكرة الجوهرية لا تدعو أبداً لقضاء ساعات أطول في المكتبة، بل تركز على النجاح بذكاء وليس بجهد بدني شاق أو تعب مفرط. التكنولوجيا هنا لرفع العبء. طيب، لنبدأ بأول أداة في هذه الترسانة. لدينا شات جي بي تي، وتحديداً نموذج جي بي تي 4o. نعم، هذا يمكن اعتباره الأستاذ الخصوصي المتاح على مدار الساعة. يبسط المفاهيم المعقدة جداً بأمثلة سهلة. يشرح أي شيء. تماماً، الاستراتيجية الأفضل هي طلب شرح نظرية معقدة وكأن الشرح موجه لطفل في الخامسة. فكرة ممتازة. والأداة الثانية هي كلود دوكت AI. عبقري النصوص. هذا مخصص لتلخيص الكتب والمقالات الطويلة بأسلوب بشري دقيق بفضل ذاكرته الكبيرة. رائع. وثالثاً تأتي أداة كونسنسس. هذه مهمة جدا للبحث العلمي. محرك بحث يعطي إجابات وخلاصات مبنية حصريا على الأوراق والدراسات البحثية الحقيقية والموثقة. هذا ينهي مشكلة المصداقية من جذورها. الأداة الرابعة هي نوت بوك LM. الأداة السحرية فعلاً تحول الملاحظات والدروس المملة إلى حوارات صوتية ممتعة، وهو أمر مثالي للمراجعة السمعية. هذا يقودنا لخامس أداة، وهي Perplexity، كبديل لمحركات البحث التقليدية. صحيح، يوفر إجابة مباشرة مع روابط المصادر فوراً لتجنب فتح عشرات النوافذ والضياع بين الروابط. سادساً لدينا يومة AI للتعامل مع ملفات PDF. بالضبط، أشبه بالدردشة مع المستند. يتم طرح الأسئلة وتظهر الإجابة مع رقم الصفحة الموثق، وهذا يجنبنا تماماً مشكلة الهلوسة في الذكاء الاصطناعي. ممتاز. وسابعاً لتنظيم كل هذه المعلومات تأتي أداة نوشن AI. المنظم الشامل الذي يحول الفوضى إلى نظام ويرتب الملاحظات والجداول الدراسية بذكاء شديد. ثامناً أداة جوبلين تولز، أو كما تسمى محطم العجز. تأخذ أي مهمة دراسية مرعبة وتقسمها إلى خطوات مجهرية سهلة التنفيذ لكسر حاجز البداية. وتاسعاً للمراجعة كويزلت وخاصية كيو تشات. هذا مدرب الذاكرة، يحول الدروس لبطاقات مراجعة لاختراق العقل وحفظ المعلومات بسرعة. وأخيراً الأداة العاشرة جاما دوت آب. مصمم العروض التقديمية ينشئ عروضاً احترافية بضغطة زر ليوفر كل الوقت الضائع في التنسيق. إذن الخلقة السرية للطلبة لا تكمن في مجرد تكديس كل هذه الأدوات دفعة واحدة. أكيد لا، السر الحقيقي يكمن في منهجية الاستخدام والدمج. دورة عمل ذكية تبدأ بالبحث، يليه التلخيص، ثم الفهم، وأخيراً الإنتاج. اختيار السلاح المناسب للمهمة المناسبة. وهذا هو اختصار الجهد الفعلي وإحداث ثورة في طريقة التعلم. فعلا ثورة حقيقية. ولكن مع كل هذا الذكاء الاصطناعي الذي يبحث، يلخص، يشرح، بل ويضع خطط العمل، هل أصبحت أساليب التقييم والامتحانات التقليدية المعتمدة في الجامعات اليوم فاقدة لمعناها بالكامل وتحتاج إلى تغيير جذري لمواكبة هذه التكنولوجيا؟ تساؤل عميق جداً ويفرض نفسه بقوة في الأوساط الأكاديمية حالياً. نترك هذا التساؤل المفتوح للتأمل. شكراً على المتابعة في هذا الاستكشاف المفصل، وإلى اللقاء.